لو عايزة تعملي وجبة سهلة وسريعة فيها كل الفيتامينات وفيها الخضار وفيها النشويات وفيها البروتين، يلا بينا مع بعض. بأقل من ربع كيلو من اللحمة المفرومة هنعمل الوجبة بتاعت النهاردة. دول حوالي نص كيلو من اللحمة، بس أنا هقسمهم على وجبتين. هضيف عليهم الملح والفلفل والكزبرة الناشفة وشوية من الكمون. هبدأ أشوحهم بدون أي دهون، وأبدأ بعد كده أضيف لهم البصل والثوم وأسيبهم لما يتسبكوا بالطريقة العادية. ده عبارة عن خضار. حطيت الأول بصلة وفصين من الثوم، شوحت فيهم الخضار اللي هو عبارة عن جزر وممكن أحط بسلة، وعندي بروكلي وعندي كمان الكوسة. ممكن أضيف كمان البطاطس المقطعة برضو، لأنها بتكون سعراتها بتكون أقل لما بتكون معمولة مع الخضار السوتيه. بقلبهم كويس جدا. ببدأ بعد كده أضيف لهم الربع كيلو من اللحمة المفرومة، وأبدأ أشوحهم مع الخضار، وبعد كده أبدأ أضيف لها الشوربة الموجودة عندي لو موجود، ولو مش موجود بضيف كوباية من الماء الساخن، واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي تلات ارباع سوا. وبعد كده أبدأ أحطها في الصينية بتاعتي وأحطها تحت الشواية. أنا كده حطيت اللحمة المفرومة، وهضيف عليها كوباية من الشوربة أو المية، وهسيبها على نار هادية. وبعد كده هغطيها، وبعد كده هضيفها في الصينية بتاعتي تحت الشواية لحد ما تاخد بس لون حلو، وبعد كده أقدمها. لو عندك أي بواقي لحمة موجودة عندك، لحمة مسلوقة، ممكن في الحالة دي تضيفيها. لو ما عندكيش خلاص استكفي باللحمة المفرومة اللي احنا حطيناها. هنقدم الوجبة دي مع الرز الأبيض، ومعاها طبق من السلطة، وكده يبقى وجبة كاملة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.